السلام عليكم متتبعي قناة منوعات بلوموندا. اليوم غنقدم لكم واحد القريصات زوينين وبنان وصحيين. كنحتاجو في هاد القريصات 250 غرام ديال السميد ديال القمح بالنخاله ديالو. القمح كيكون هاد تلقاوه في المطاحين، ما كيكونش عند مالي الحوانت، كيكون في المطاحين. كتقول لي عطيني السميد الرقيق ديال القمح. 250 غرام ديال فرينه حتى هي طبيعيه ديال الدار اللي كتكون عندنا بالدار، ديال الطحن الزرع اللي كنطحنوه، وراه كاينه حتى هي كتباع حتى هي في المطاحين. عندنا شويه 250 غرام نيت ديال القمح كومبلي بالنخاله ديالو، شفتي. وعندنا 250 غرام ديال الذره و250 غرام ديال الفورس. اللي ما بغاش يدير الفورس يعوضو بالفرينه، يدير مثلا 2 خصات ديال الفرينه. عندنا 2 بيضات، عندنا شويه ديال ليمون طايب على حساب شويه القياس اللي غادي يمشي مع هاد العبار. بحال عندنا كيلو ربع ديال الطحين، بحال هكاك دوك 3 المعالق عامرين. هاد الليمون راه كاين، راني دايره في القناه الطريقه ديالو. عندنا شويه التمر مقطع. التمر من الاحسن يكون التمر اللي كيكون رطب معجن، راه كاين بزاف ديال الانواع ديال التمر اللي معجنين. عندنا بودره ديال اللوز. هاد العبار هذا شويه كديري شويه ديال سميتو ديال اللوز، كطحنيه في الماكينه وكتحطيه. عندنا خميره الخبز وشويه ديال خميره الحلوى. خميره الخبز معلقه ونص، خميره ديال الحلوى نص باكيه ولا بحال هكا كدير. عندنا 300 غرام ديال الزبده سنيده على حسب الذوق، حيت كيكون التمر كيكونوا حلوين وهذا حتى هو حلو. اللي ما كيبغيش حلاوه بزاف ينقص من هذا القياس ديال التمر ديال السنيده. انا كندير هذا القياس دائما، كيجيو حلوين. ولكن اللي ما كيبغيش حلاوه ينقص. عندنا كاس ديال اللبن وكاس ديال الحليب. وهادو سميتو القمح هذا فاش كنفندوهم ملي كنقرصوهم وداكشي كنمردوهم في هاد القمح ونحطوهم حنا ندوزو ليه. قلنا المقادير، دابا غندوزو للطريقه. بسم الله. غنخلطوا المكونات مع بعضياتهم باش يجيو مقاد في جهه وحده. نخلطوهم مزيان. كندير واحد الحفيره هنا. كوبوا المقادير كلها. نديرو البيض، تيجيو زوينين هاد البريسات بزاف للفطور ولا بحال مع العشيه، ولذاذ بزاف. نبداو نخلطو بالحليب واللبن مخلطين. صافي من بعد ما خلطنا المكونات كلهم خلينا هذاك، درنا كلشي الا داك اللي غادي نفندو فيه، اللي غنفندو به الكريسات. وكندير واحد شويه ديال الماء سخون، زيت شويه في الطياب، حيت داكشي كلشي كيكون بارد. كتعرفوا الكريس تاعي يعكزو شويه في الخميره. كندير الماء سخون باش يطلعهم. كنزيد شويه الماء سخون كنكمل به العجينه باش سخون مزيان، ماشي سخون غير شويه، داك سخون اللي كيحرق. تقريبا راه قد العبار ديال الماء، قد العبار ديال الحليب اللي درنا. وإلا بانوا لكم شربوا، حيت الزرع كيشرب، كاين الزرع اللي كيشرب، كاين الزرع اللي ما كيشربش. غتزيدي الماء ودير كلشي. كيعرف الطريقه ديال القرص، كيكونوا شويه خصهم يكونوا خفاف.
صافي بحال هكا كنخليهم ونغطيوهم، كنخليهم حتى كيخمروا. ملي غادي يخمروا نرجع معكم. ملي خمروا ها هما خمروا دابا مزيان، كنحركهم عاوتاني. الا بانوا لينا قصاحوا شويه نيت، دابا ها مقصاحوا حيت داك الزرع شرب هذاك السوائل باش خلطنا. غنزيدوا شويه الماء ونديروا واحد شويه ديال الزيت بحال هكا، جوج معالق ولا 3 كاع الماء سخون. صافي كنعاودو نخلطهم حتى نديرو داك القياس ديال كيفاش غيكونوا خفاف ماشي قاصحين باش يجيونا رطيبين. عاد نزيدو شويه الماء. صافي القياس صافي بارك. حيت الزرع ملي كيبقى كيشرب. كنت ندير يدي هكا بالزيت ونقطع على حساب هكا اليد، كل واحد القياس اللي بغيتي ديرهم صغار من هذا القياس ديرهم، بغيتي ديرهم كبر دير. صافي كتجمعي دوك التسمار وداكشي اللي كيكون خارج دخلي كلشي لداخل. كنرشو شويه نغسل بشويه الزيت هكا باش ما يسطوش ونبداو نحطو تيتقادو. كيجيو زوينين بزاف، جربوهم. دائما دوك التميرات يدخلوا باش ما يتحرقوش، والليمون خشوهم لداخل. ملي قطعتهم غنبدا نفندهم في القمح، كنجمعوهم هاكا قادين، نبداو في الملح الفوق والتحت في القمح الملح صافي، وكنحطو في اللاط. هذا هو التيسع اللي كنخليو ما بيناتهم بحال هكا فين يخمر. هو السمك ديالهم كيكون ما كيكونش رقاق بزاف، ما كيكونوش طالعين بزاف باش ما يجيوش رقيقين بزاف وما يجيوش عاوتاني عامرين بزاف. صافي كنبقاو غاديين هكا حتى كنكملوا وكنخليوهم يخمروا كيف ما القاعده بحال اي قرص ولا خبز كيخمروا صافي، ومن بعد كندوهم للفران. اللي عنده الفران في الدار يطيبهم في الدار او طيبين في الزنقه اللي بغيتي. غادي ملي يطيبوا صافي غنرجعوا ان شاء الله تشوف.
اللي جربهم وعجبوه يرجع لينا في الكومونتير ويقول لنا واش زوينين ولا ما زوينينش. ما تنساوناش من التشجيع. الله يجازيكم بخير.